السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في البداية نحب نصلي على النبي ونستغفر الله. بصوا يا جماعة، أنا النهاردة عاوز أتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا. هنديكم 4 وصفات إن شاء الله، ال4 أهم من بعض. بس عاوزكم إيه يعني قبل ما تعملوا الوصفات ديت، أول ما تخش المزرعة عندك أو المكان اللي حضرتك بتربي فيه، طالب منك طلب هتعمله، هتلاقي إن الدورة نجحت معاك كلها ببركة ربنا. تمام. اللي هي بقى الطلب اللي أنا طالبه منكم، هتعمل لك ورد عند الفراخ جوه. النهارده مثلا دخلت الصبح اقعد اصلي على النبي اول ما اخش لحد ما اطلع. تمام. لو في حاجه انت بتنساها مش هتنساها، صدقني دي عن تجربه. انا كنت بخش ساعات املى البرميل بتاع الخليه ميه، انسى ساعات الحنفيه تغرق لي المزرعه. تمام. الحمد لله. اما بقيت اصلي على النبي واقول لا حول ولا قوه الا بالله واستغفر ربنا، اعمل ورد كده اهوت، ما بقتش انسى حاجه. فانا طالب منكم الطلب دوت تعملوه. هنخش في الموضوع بتاعنا اللي هو بقى المكونات اللي المكونات دي من البيت. اول مكون عندنا الثوم. كل فصين ثوم على لتر ميه هتهرسهم، تحطهم في لتر ميه يتنقعوا 6 ساعات، قدمهم للطيور بتاعتك. الثوم ده مضاد حيوي طبيعي بيعلي مناعه الفرخ. هتلاقي الدنيا بقت مظبوطه معاك. هتعمله مره كل اسبوع بس. تاني مكون معانا النهارده ال- الحلبة. الحلبة دي يا جماعة مهمة جدا 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 عند الإنسان وعند الطير. والرسول صلى الله عليه وسلم موصي بالحلبة على فكرة، وابحثوا في كلامي دوت. تمام. الحلبة بقى يا جماعة من 5 سنتي ل 10 سنتي على لتر المية. يعني ايه من 5 سم ل 10 سم؟ هفهمكم يا جماعه عشان ايه دي تبقوا قاعده ماشيين بيها على طول. ال 5 سم لو الحلبه طلعت مركزه عند حضرتك يبقى 5 سم كفايه قوي. طلعت خفيفه، تمام، هنحط 10 سم. بس هو الموضوع سهل. تالت حاجه معانا النهارده الليمون. الليمون ده يا جماعه حاجه مهمه جدا جدا جدا، وبترفع بترفع مناعه الطائر، وفي نفس الوقت فيتامين سي. هتحط كل ليمونه على 2 لتر ميه. هيك شوف استخدامك قد ايه. هتحط لو مستعمل 2 لتر ليمونه كفايه، بتستعمل مثلا 10 لتر، يبقى عندك 5 ليمونات. تمام. لو جربت الحاجات ديت حضرتك ومشيت عليها، بس الحاجه دي يعني عندك الحلبه مرتين في الاسبوع. الوصفات التانية ديت لو مثلا الفراخ كويسه عندك مفيش اي مشكله عندك، يبقى هي مره وقايه كل اسبوع، مش هتحتاج لاي علاج خالص. تمام.